السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة بروماسكر الأوفياء، لأول مرة كتشاهد القناة عندنا من ينساش لايك وسبسكرايب وزورونا في القناة العشياتية. حالات لا كنت بلقى كيفاش نوصل معكم نخليكم مرة بالدالة في صندوق الوصف. أما بخصوص الموضوع ديالنا هو بداية إرسال استدعاءات درك الملكي. خلينا الإخوان حطيت لكم منشورات وتثبت بأن جهاز درك الملكي راه بدا إرسال الاستدعاءات ديالو. حاليا الإخوان كاينة دفعة كبيرة، غادي نطرق ثلاثة المواضيع. الموضوع الأول شرح إرسال الاستدعاءات، ثاني حاجة النقطة حاليا ديال بخصوص ارسال استدعاءات دارك الملكي. هاد السؤال جاني بزاف عبر الطريق الخاص. انا غنجاوبكم ملي كنشوف الفيديو، راه ما يمكنش نجاوبكم كاملين عبر الطريق الخاص، كنشوف السؤال متعدد. ثاني حاجه او ثالث حاجه اخر حاجه هو الوثائق المطلوبه بخصوص جهاز دارك الملكي. الاستدعاءات لا زالت متواصله. الاستدعاءات ما كتوقفش في نهار واحد ولا يومين. حاليا غير نعطيكم على سبيل المثال السنه الفارطه بدات الارسال استدعاءات في شهر 6 وما سالت حتى الاخر ديال شهر 9 تقريبا، وصلوا ل 12 وحبسوا. هادشي اللي بغيت نوضح لكم. وخصوص جهاز الدرك الملكي كيطلبوا واحد الفئه كبيره من جهاز الدرك الملكي. هادي باش نوضح لكم جهاز كبير هذا، ولكن كيطلبوا نسبه كبيره. حاليا بخصوص الدراري اللي صيفطوا لي باك 2022، بالنسبه للنقطه اللي غيسولوني النقطه متعدده. اي الناس 13 نهار كلي نهار 14، سمحوا لي الاخوان، 13 14 15، اي بادين بالنقطه عاليه وفين هبطوا حتى للنقطه 13 حاليا دابا بخصوص باك 2022. غيقول لي واش باقي الارسال استدعاءات الباك 2022؟ حاليا لا زالت متواصله. فقط غتكون عندك النقطه مرتفعه عيطوا لك. المهم ما تكونش عندك غير 10 ونص، راه ما يعيطوش لك. حاليا باش نوضح لكم السنه الفارطه وقفوا على 12 بخصوص جهاز الدرك الملكي. بداو من شهر 6 ما سالوش حتى الاخر ديال شهر 9، حاليا ما بداو حتى شهر 7. هادشي اللي بغيت نوضح لكم بخصوص دراري 2023. وغيسولني واش الارسال استدعاءات مازال ولا لا. الاستدعاءات مازال وغادي يعيطوا عليكم نتوما، غير تسناو نوبتكم، لان جهاز الدرك الملكي كما قلت لكم راه كبير وما يمكنش غير كيعيطوا على واحد الفئه وصافي كيحبسوا. لا، كيبقى ارسال الاستدعاءات متواصله. الشيء اللي بغيت نوضح لكم. وحاليا بخصوص الاستدعاءات اللي توصلوا بين المترشحين، توصلت بها واحد الفئه كبيره. بخصوص التكنات كاين جوج تكنات كما قلت لكم، مراكش وبن سليمان، راه خرجوا استدعاءات بزاف، وباقي الاستدعاءات لا زالت متواصله. بخصوص كما قلت لكم الاخوان الانتقاء حاليا 13 وباقي ما حبش، كيبقاو غاديين هابطين حتى كيوصلوا واحد النسبه عاش كيحبسوا. المهم غير شويه المزيد من الصبر. هنا غادي نقراو الكونفوكاسيون شنو مطلوب منكم. اول حاجه وذلك من اجل اجتياز الفحص الطبي والبسيكولوجي مرفوقا بالاستدعاء والوثائق التاليه. شنو قالوا لكم؟ كاين الفحص الطبي والبسيكولوجي بخصوص الوثائق المطلوبه: البطاقه الوطنيه التعريف معروفه، نسخه كامله من راس الولاده، نسخه راه تمشي للبلاصه ديال الحاله المدنيه تقول لهم بغيت نسخه كامله. نسخه كامله هي اللي فين نقولوا كيما كنقولوا في الجذر ديالك كامل، كديها ليهم نسخه كامله، ماشي دوك الورقات الخضريه، النسخه كامله ورقه كبيره. هادشي اللي بغيت نوضح لكم، علاش انا كنوضح في الوثائق المطلوبه. ونسخه مصادق عليها من شهاده البكالوريا، الناس اللي كتقرا في لافاك والناس اللي دايره لافاك. الا كان عندك الممكن دير بكالوريا ديها، ما كانش ممكن دير نسخه مطابقه للاصل غادي ديرها في المقاطعه. بالنسبه نسخه مصادق عليها من البطاقه الوطنيه التعريف معروفه بلا ما هي غديرها في المقاطعه. صورتان فوتوغرافيتان من حجم 4x4 حديث الالوان. غادي تمشي عند الاستوديو ديال التصوير غتقول ليه بغيت تصاور على 4x4 حديث الالوان، غيدير لك 8 تصاور ديهم معاك كاملين. داكشي اللي طلبوا منك، هما طالبين غير جوج، دي معاك حتى اضافي انت ما خاسر والو. شهاده طبيه مسلمه، راه سادسا طالبين منك شهاده طبيه مسلمه من لدى طبيب اختصاصي في الامراض القلب والشرايين تثبت القدره على البدنيه على مزاوله النشاط الرياضي معززا بتخطيط القلب الكهربائي. شنو غادي تمشي دير؟ غتمشي عند الطبيب ديال القلب اختصاصي. ها كنوضح لكم اختصاصي، راه ماشي مشكل لا ديال الفلوس لا ديال، المهم يكون اختصاصي. الا كان شي سبيطار كبير فيه اختصاصي سير اختصاصي، الا كان ديال الفلوس سير ديال الفلوس عادي، ما كاينش، المهم ما كاينش الاشكاليه بحال ديال الفلوس بحال ديال، المهم يكون اختصاصي. تقول لي بغيت ندير تخطيط ديال القلب وتعطيني معاه رابور
بانك واش داك الرابور راه فيه كلشي كدي معاك، وغتسولي نتايا من يعمرك الرابور ديالك واش الرابور مزيان ولا بخصوص الاشعه. هادشي اللي بغيت نوضح. وصور بالاشعه للرئه من حجم صغير. وغادي دير سابعا صورة بالاشعه للرئه من حجم صغير. الشيء اللي كنوضح لكم الاخوان. واخيرا امرجو منكم احضار الادوات التاليه: قلم اسود، جاف، قلم رصاص، وميم حاج. هنا مني قال لك قلم اسود راه ضروري غتكون شي حاجه ديال الكتابه. اي تقدر تكون شي حاجه يعطيو لك في الكتابه شي موضوع تهضر فيه. يقدر يكون الكوسي ام. شنو الكوسي ام؟ يقدر يقول لك مثلا واش كتكمي، واش كدير، واش كديرش، بزاف ديال الحوايج. قلم رصاص يعطيك مثلا ويبين لك واحد الصوره يقول لك عاود رسمها. بزاف راه ان الجيش العسكري راه ما كيتحدش. بغيت نوضح لكم كونوا على بال. هنا وضحت لكم الاخوان. المرجو من المترشحين الانتباه. الانتباه. اللي باغي يخدم وباغي يخدم على والديه الانتباه. والسلام عليكم. دمتم في حفظ الله ورعايته. ومتنساوش الاخوان تبارطاجيو.